اوعك تدقس وتعمل فالح، اوعك تدقس يا زول وتبيع اخلاقك بيكم لايك. اوعك تدقس، حاول فرق حاول بين الصالح وبين الطالح. حاول فرق. محتوى فارغ عايز توصل، تخرب بيت وتجوت الحل، تضل شافع ترندك كايس، لابس احمر ترندك كايس، لابس ساكت ترندك كايس، لابس ما لابس، ترندك كايس، لايك ما لايك. ترندك كايس، كتم كتم كايس. كتم 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 كتم. سعد بقيت ما شغال بينا. الرصة والمنطقة والمرصة حبايبي والله. سعد ما ماشي معه باص الله يمدي الرقعة ماشي شغالة. انا ما عارفه زولي حافظه حبيبي أمس وين أنت؟ قاعد والله. بس طلعت لي مشاوير كده خفسات. والله يا سعد يلا مع بعض كده قدوم البطة، قدوم البطة يا ده الشغل بتاعي انا. ايوه انت ما الرصة. دقدق الاخبار بدري يعني يلا اذا نظيف يلا لا دي صورتي انا. اجابت لي اسمع قال الخيل تخرج والشكر ليه حماد. حاجة مؤسفة حقيقة يعني. كمية من الخلق والناس يتصوروا مع ناس ما عندهم أي قيمة. وهنا على يمينك طوالي قيمة فنية سامقة، إبداع وفن ينداح، قيمة فنية سامقة زي ما قلت لك. يا سلام يا اخ دمنه يا استاذ. نعم دمنه ما عرفته. معقولة ما عارفه يعني؟ اي والله. ده السيد محسن أحمد حسن، ده من أشهر العازفين في السودان، يا من سلام القامات الفنية السامقة، من المبدعين. يا سلام يا ده عزف مع مجموعة كبيرة من الفنانين القامات في السودان، ومن ضمنهم الفنان الكبير زكي عبد الكريم، كان العازف الأساسي بتاعه. شرفنا استاذ يا اخ. ومش كده وبس، مش كده وبس، ده أول واحد أسس فرقة بتاعت إنشاد في شرطة الولاية الشمالية. ده منتهى الإبداع، منتهى الفن، ده هو ده الترند. أما ديل عبث. والله يا شباب حب الناس ده مسؤولية في رقابنا، والله حاجة عظيمة خلاص. تعرفين يا شباب في قناة فضائية طلبت شباب كتمت في لقاء تلفزيوني، داير يعملوا معانا لقاء. يلا دقيقة يا شباب عشان نكون واضحين. القناة دي المخرج بتاعها أنا، وبصفتي المخرج بتاع قناة كتمت بقول نحن ما دايرين نحرق نفسنا كتير في قنوات وتلفزيونات. نحن نجوم لنا رونقنا وبريقنا، لازم نحافظ على البريق ده. طلتنا تكون يعني طلة كده ما نكون متوفرين للجمهور. كلام والله. لكن يا جماعة أنا أقول لكم حقيقة، أنا والله بقيت ما قادر أمشي في الشارع. ضريبة عادي يا أخي ضريبة بتجوميها. الدكان ما قادر يمشي. ضريبة يا اخي الدكان شنو؟ انا الشفع بتاع نحله بالقوني ليك، ولو ماشي الدكان يا سيد اللقطه يا سيد الصوره، ولو ما انا كان القناه دي ذاتها بقت ده الشغل ذاته. ده إخراج. صلحة دي أنت قايلة ساي دي ما إخراج يا أخوانا. والله كلامك صح كلام. شباب أي؟ شباب يا أخي والله بيجي لك كذابين كده. يا برنس جايب لك حاجة برنس. سامع قول جايب لك شمار زبدة بس، شغل فول بس، من ضمن زي السمسم. الجماعة ديل سامعين بيتكلموا عن الغناء حقتهم، قالوا في نجاح عابر، نجاح وبيعبر. ده المعنى يعني كده. تمام مو بس فسرت لك كده. ايوه. وبعدين صلاح
صلاح قال لي كلام قال شنو انت مالك؟ انت ما تركز شويه في شنو؟ مركز يا اخي. قال شنو يا جنينه في شنو؟ قال نجاح ده ايوه مبني على افتراض. كويس. المحيرني نجاح ده مبني بطوب اخضر ولا خرسانه مسلح. بكون اخضر ولا خرسانه ولا مسلح. بالله زول تعتمد عليه. يا اخي ده كلمة افتراض ما عارفها. تعمل شغل كيف؟ بالمناسبة الكلام اللي انت شايفه كلام الطير في الباقير ده كلام بيحمل دلالات عظيمة جدا جدا. لكن الشباب ديل بعد ده مفروض نحن نركز عليهم شديد ومحتاجين رغابة شديدة جدا جدا. وانا بحسب انا لازم الموضوع ده احسن وسع. دقيقة واحدة بس. سامعون يقولوا المسؤولية كبرت والناس اللي تغشوا بالوهم يا أستاذ وتغشوا بالشخصيات وخلاص يفتكروا يفوزوا شخصيات مهمة. شخصيات مهمة. دي شخصيات مهمة يا اخي. ديل ما عندهم اي قيمة اصلا. اي والله القيمة الحقيقية والانسان الحقيقي الرجل اللي قاعد على يمينك ده والله راجل فنان غامة استاذ حقيقة. الراجل ده معدنه حقيقي. أيوة. ذهب. لقيتوا الذهب؟ ها لقيتوا الذهب؟ ذهب جرامات ولا كتلة؟ زي وسامية؟ بدأوا الطابق الأول والطابق الثاني والبكس العشرينات. لقيتوه بيحتوه ولا لسه؟ دقيقة بيحتوه بكام؟ بتعرفوا سياق؟ يا أخي سياق منو كده يفهم بالراحة. سكتت هذا شنو عندي؟ سكتت. ده موضوع انت مالك ما تتكلم. سكتت يا أخي لكن تتكلم كيف شغال أبرد ليش أنا أفهم ما معه كلام ما منطقي ذاته يا أخي. واب علي شنو؟ الشاي برد إلا أرجع أسخن. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلامك زي شايك وهم عبث. السلام يا اخي يا السلام. يا اخي الاغنيه دي بحبها حب جميلة بتشجني لكن بتذكرني عارف بتذكر حبيبتك سهام. حمار ما كان بتحب الاغنيه؟ يا انت ترتيب اصل انا بخاف من ساره. يا حبيبي انت حمار. سارة ما أنا سارة. سارة القلب سارة الدنيا. الحكومه. خلي صبي سامع بس شنو؟ الشغل كبس كتبت. لا يا جماعة الموضوع خطير جدا جدا. خطير لكن احنا لفينا لنا ساعه قاعدين نفتش يا ها. الحمد لله والله انا قايل نفسي رحت والله قايل نفسي انا ما ارجع البيت. انا قاعد انا يا معلم. يا اخي شكلك غشيتني انت. يا معلم انت ده اللوكيشن اللي وروك ليه ولا ده كلام تاني؟ انت شكلك كلامك ما واضح معنا. قلت لنا الناس دي جاهزين والناس دي اتاكد من يا المكان. اخوانا خلوني اركز. ركز خلوني اركز. دي شنو؟ الرساله عينوا لها هنا. عين دي شنو؟ دي الرساله. ده مش الموقع ده ذاته؟ اي ما تملوا راسي يا اخوانا خلوني اركز. خلاص ها هم يقبضون عليه. أنت واقف ضدنا يا جبان. لقينا. أنت كنت جبان لحية يا بجري يا انتوا بس مننا يا جماعه. دقيقه لما نقول لك اكشن انا مخرج. انا قاعد ساي هنا. ها انا مخرج القناه دي ساي. انا ما صيدلكت الصنعه دي ما عجبك؟ انا ما صيدلكت يا معلم. اي
خليك واصل لك كاذب. اكشن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة المتابعون، الأصدقاء الكرام المشتركون، محبي قناة كتمت، السلام عليكم مرة أخرى إلى عشاق الفضايح ودق الصفايح. فضيحة جديدة وصفحة مختلفة. الآن نحن في قلب الحدث. لقد رأيناهم يربطونه ويعملوا له الحركات. يلا يا جماعة، حركاتكم بالجنبات دي، الحبشتكنات البجاجة، اكسبلورك بلايكك شيرك عشان نصل لأبعد ناس أو أبعد أكبر عدد من المتابعين. أقول لكم حاجة، ألاحيا. لا 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 لا. أخيرا عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، وصلنا مكان الحدث. ها نحن الآن نقف أمام الجثة. لا لا، أنت حي مش حي، إنه حي يرزق. الحمد لله وصلنا قبل أن يحدث أي شيء. المتابعة الكريمة، حبايبنا، نحن الآن مع المتهم الأول. مرحبا بك. في شنو مالك؟ انا ما عارف. أنت عملت شنو؟ انا ما عارف، انا قاعد في البيت. برر تعاونك يا خاين. يا سلام، ما في شيء برر تعاونك يا خال. حديث كبير، حديث غريب جدا جدا. يا جماعة، أسوأ شيء إنه الخيانة تجيك من زول قريب. هاي يا غبي انت، هاي يا غبيان. زول قريب شنو؟ اصلا ما قريبنا. ما قريبكم؟ ما قريبكم. أسوأ حاجة إنه الخيانة تجيك من زول بعيد. يا غبيان انت اللي قال لك بعيد منه. هو مننا وفينا. منو قال لك بعيد؟ ما بعيد منه. ما بعيد. خلاص ما بعيد. أسوأ حاجة يا عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، أسوأ حاجة إنه الخيانة تجيك من زول ساي. ده لا أسألك أنا، أسألك هو خانكم في شنو؟ اساله قول له انت عملت شنو؟ الكلب خليه يبقى راجل يتكلم. سؤال عديد دغري، وديني كلامك عديد برا. انت فعلا معترف بالجريمه دي؟ اي انا بعترف عرست الرجال. عرست الرجال كلهم؟ اي كلهم عرسوا. انه يعترف بجريمته يا نسوان. الزول ده فعلا يعترف بالنسبه. هذا انها الحرب. قذفوا الحجر. لا الحاجة جاهزة يا شباب. الحاجة كتمت. اوعك تدقس وتعمل فالح. اوعك تدقس يا زول، وتبيع اخلاقك بكم لايك. اوعك تدقس. حاول فرق بين الصالح وبين الطالح. حاول فرق. محتوى فارغ عايز توصل، تخرب بيت وتجوت الهل. تضل شافع ترندك كايس، لابس احمر ترندك كايس، لابس ساكت ترندك كايس، لابس ما لابس، ترندك كايس، لايك ما لايك. ترندك كايس، كتمت كايس.